تخيل أقولك إن في كائن في البحر شكله أضعف من إنه يخوفك، شفاف، طري، ماشي مع التيار، لا عنده أنياب زي القرش ولا حجم مرعب زي الحوت ولا ذكاء ظاهر زي الأخطبوط، ومع ذلك ممكن يكون صياد أو بيت أو مدينة كاملة، وممكن يكون سبب في بقاء آلاف الكائنات البحرية. الغريب إن إحنا لما بنتكلم عن البحر عقلنا بيروح فوراً للحاجات الكبيرة، القرش الأبيض، الحوت الأزرق، الحبار العملاق، الكائنات اللي شكلها خطير. بس البحر مش دايماً بيعلن عن أسراره بالشكل ده. أحياناً أخطر وأعظم أسرار البحر تكون في كائن شكله بسيط جداً لدرجة إنك ممكن تعدي جنبه من غير ما تحس إنه مهم. ممكن تكون كائنات شفافة هادية شكلها أقرب للزينة أو الجيلاتين، لكن لما تقرب منها علمياً اكتشف إنك قدام تصميم دقيق ونظام بيئي كامل وعظمة خالق بتظهر في أصغر التفاصيل. والحلقة دي مش عن كائن بيلسع وخلاص، إحنا النهاردة داخلين عالم القندريات، العيلة البحرية اللي بتجمع بين القناديل والشعاب المرجانية وشقائق النعمان وكائنات تانية كتير. عيلة تبدو بسيطة من بره، لكن جواها أسلحة دقيقة ودورات حياة غريبة وتعاونات عجيبة ومدن بحرية كاملة مبنية على أجسام كائنات صغيرة. والسؤال اللي هيمشي معانا من أول الحلقة لآخرها، إزاي كائنات شكلها ضعيف وشفاف تقدر تكون من أهم أعمدة الحياة في البحر؟ وإزاي حاجة إحنا كنا فاكرينها ديكور بحري أو لسعة مزعجة على الشط تطلع ماسكة خيوط نظام بيئي كامل؟ خليك معايا، إن بعد الحلقة دي غالباً مش هتبص لقنديل البحر أو المرجان بنفس الطريقة تاني. في البحر مفيش كائن عايش زيادة عن اللزوم، كل حاجة ليها وظيفة، حتى الكائنات اللي احنا بنعدي عليها من غير ما ناخد بالنا. بس احنا كبشر عندنا مشكلة، بنحب اللي شكله واضح. القرش مفهوم مفترس، الحوت ضخم مهيب، الأخطبوط ذكي وغريب، لكن تقولي قنديل بحر، شقائق نعمان، مرجان، هيدرويدات صغيرة محدش بيسمع عنها، غالبا بنشوفهم يا ديكور بحري جميل يا شيء شفاف بيلسعك على الشط وخلاص. بس هنا البحر بيخدعنا، لأن الكائنات دي كلها تقريبا داخلة تحت عيلة واحدة اسمها القنداريات أو نايديريانز. والاسم ده يمكن مش مشهور عند الناس، لكنه مهم جدا، لأن العيلة دي بتضم القناديل والشعاب المرجانية وشقائق النعمان والهيدرويدات وكائنات تانية كتير، حوالي 13 ألف نوع حي معروف. كائنات شكلها بسيط جدا، لكن البساطة هنا مش ضعف، البساطة هنا نظام قديم ناجح ومصمم بدقة تخليه يعيش ويصطاد ويتكاثر ويبني علاقات كاملة في البحر. وهنا تظهر عظمة الخالق في صورة ممكن ما تلفتش نظرنا من أول مرة. كائنات طرية شفافة من غير عظام، من غير شكل مرعب، ومع ذلك كل جزء فيها ليه وظيفة، وكل حركة فيها داخلة في شبكة حياة أكبر بكتير من شكلها. القندريات غالبا جسمها متناظر شعاعيا. يعني إيه؟ يعني بدل ما يكون عندها يمين وشمال ووش وظهر زي جسمنا، اسمها متوزع حوالين مركز واحد. تخيل وردة أو دايرة، كل الأجزاء طالعة من النص، وده مناسب جدا لكائن ممكن الفريسة تجيله من أي اتجاه، مش محتاج يلف جسمه كله علشان يواجه العالم، هو كأنه مفتوح على البحر من كل ناحية. وتركيبها نفسه بسيط، كائنات متعددة الخلايا، عندها تجويف داخلي وفتحة واحدة غالبا بتشتغل كفم وبتخرج منها الفضلات كمان. مش أشيك نظام في العالم، بس الخلق مش دايما يبهرنا بالشكل الفخم. أحيانا العظمة كلها تكون في إن الجزء معمول بالظبط للوظيفة اللي محتاجها. واللي يخلق قندريات أغرب إن لها شكلين أساسيين في الحياة، بوليب وميدوزا. البوليب بيبقى شبه أنبوبة صغيرة ثابتة في مكانها، ماسك في صخرة أو سطح في قاع البحر، وحوالين فمه حلقة من اللوامس، يعني كائن قاعد مستني عامل كمين. أما الميدوزا فهي الشكل اللي احنا بنسميه قنديل البحر، جسم شبه الجرس أو المظلة ولوامس نازلة من تحته، وبيتحرك مع التيارات بحرية أكبر. يعني نفس العيلة ممكن تعيش في شكلين مختلفين تماما، شكل ثابت كأنه مزروع في مكانه، وشكل عائم كأنه شبح ماشي في الماء. والأغرب إن الشكلين دول أحياناً بيبقوا مراحل في حياة نفس الكائن. خد عندك مثلاً قنديل القمر، حياته تبدأ بيرقة صغيرة بتعوم في المية، وبعدين اليرقة دي تنزل لقاع البحر وتمسك في صخرة، هناك تتحول لبوليب صغير يعيش في صورة البوليب ده فترة، وبعدين
يبدأ يعمل حاجة غريبة جدا، يعيد ترتيب جسمه. تخيل كائن صغير يتحول تدريجيا لشكل شبه عمود متكون من طبقات فوق بعض زي رصة عملات معدنية. كل طبقة من الطبقات دي في الحقيقة قنديل صغير جدا، واحدة ورا التانية تنفصل، تطلع للماء، تكبر وتتحول لقنديل بالغ. يعني القنديل اللي انت شايفه عائم بهدوء في البحر كان في مرحلة من حياته كائن ثابت ماسك في صخرة، كأنه عاش حياتين، حياة كائن ثابت وحياة شبح عايم. وهنا الدهشة مش في الغرابة بس، الدهشة في الدقة. نفس الكائن يمر بأكتر من هيئة، وكل هيئة لها وقتها ووظيفتها، كأن دورة حياته متقسمة على احتياجاته بالظبط. وفي أنواع أغرب كمان، بعض الأناديل عندها قدرة إنها ترجع لمرحلة أقدم في دورة حياتها وتعيد بناء نفسها من جديد. وده السبب إن في أنواع اتشهرت إعلامياً باسم القنديل الخالد. بس خلينا نوضحها صح، هو مش خالد بمعنى إنه مستحيل يموت، ممكن يتاكل، ممكن يتصاب، ممكن يموت عادي، لكن عنده قدرة مدهشة على الرجوع لمرحلة أبكر من حياته لو الظروف سمحت. يعني بدل ما الحياة تمشي خط مستقيم، صغير، كبير، عجوز، نهاية، بعض الأناديل كأن عندها زرار رجوع، وده لوحده كفاية يخليك تبص للأناديل بشكل مختلف. بس كل ده وإحنا لسه ما دخلناش على السلاح الحقيقي. القندريات تقريبا كلها بتتميز بسلاح واحد، الخلايا اللاسعة أو نيماتوسيستس. ودي مش لاسعة وخلاص، دي واحدة من أذكى وأدق الأسلحة في عالم الكائنات البحرية. تخيل كبسولة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، جواها خيط ملفوف ومضغوط كأنه رمح، على سطحها جزء حساس جدا كأنه زناد. أول ما فريسة تلمسه الخيط بيندفع للخارج بسرعة هائلة، يخترق جسم الفريسة أو يلتصق بيها وبيحقن السم ويثبتها. وهنا فعلا تظهر عظمة الخالق في التفاصيل اللي احنا مش شايفينها. كائن شكله شفاف وهادي، لكن جواه نظام دقيق، كبسولة، زناد، خيط، إطلاق، سم، وظيفة، كل ده بخلية صغيرة جدا. يعني القنديل مش بيجري ورا فريسته، القنديل مخلوق كأنه شبكة ألغام شفافة. وده مهم لأن كتير من الأناديل مش سباحة قوية زي الأسماك، هي تتحرك مع التيارات، البحر نفسه هو اللي يشيلها وينقلها. فبدل ما تطارد وتستهلك طاقة، عندها استراتيجية تانية، اقعد واستنى، أو اطفو واستنى، والبحر هو اللي يجيب الفريسة لحد عندك. ده يفسر ليه الأناديل رغم شكلها الهادي بتلعب دور مهم جدا كمفترسات في شبكات الغذاء البحرية. لوامسها طويلة وشفافة، وأي كائن صغير يغلط ويلمسها يدخل المصيدة. في البحر الهدوء مش دايما سلام، أحيانا الهدوء هو أسلوب الصيد. ومن أشرس الأمثلة على العيلة دي رجل الحرب البرتغالية. من فوق سطح الماء ممكن تشوفه كأنه شراع صغير أزرق أو بنفسجي طافي، شكله جميل جدا. بس الجمال هنا خطر، لأن رجل الحرب البرتغالية مش قنديل عادي ومش كائن واحد بالمعنى البسيط، دي مستعمرة، مجموعة كائنات صغيرة متخصصة عايشة مع بعض كأنهم جسم واحد. كل مجموعة لها وظيفة وما تقدرش تعيش بنفس الطريقة لوحدها. الجزء اللي فوق سطح الماء اسمه نيوماتوفور، أو ببساطة العوامة الغازية، كيس مملوء بالغاز بيخلي المستعمرة تطفو فوق المية وتتحرك مع الرياح والتيارات كأنها مركب صغير فاتح شراعه. تحت السطح في لوامس طويلة ورفيعة جدا ممكن تمتد لعشرات الأمتار. تخيل خيوط شفافة نازلة في المية، هادية تقريبا غير مرئية، وكلها متغطية بخلايا لاسعة قوية. الفريسة تلمس اللوامس تتشل، وبعدين اللوامس تسحبها ناحية وحدات متخصصة اسمها وحدات الهضم. يعني احنا مش قدام قنديل كبير وخلاص، احنا قدام فريق كامل، واحد يطفو، واحد يصطاد، واحد يهضم، واحد يتكاثر. كائن ولا مجتمع في صورة كائن؟ وهنا السؤال يكبر، هل الذكاء لازم يبقى مخ، ولا ممكن يكون نظام كامل وعبقري من تقسيم الوظائف وكل جزء فيه عارف دوره من غير ما يكون فيه عقل مركزي بالشكل اللي احنا متخيلينه؟ ورجل الحرب البرتغالية مش الحالة الوحيدة، في كائنات تانية اسمها سايفونوفوز منتشرة في المحيط المفتوح، وبتتكون برضو من وحدات صغيرة متخصصة كل واحدة لها وظيفة. يعني البحر مليان كائنات شكلها يخدعك، انت فاكرها كائن واحد وهي في الحقيقة نظام كامل. بس القندريات ما وقفتش عند الصيد واللسع. في قاع البحر في فرع من نفس العيلة بيعمل حاجة أعظم، بيبني مدن، المرجان. المرجان اللي ناس كتير فاكرة إنه حجر أو نبات أو مجرد ديكور شكله جميل، هو في الحقيقة حيوان
أو بشكل أدق ملايين الحيوانات الصغيرة. الشعاب المرجانية بتتكون من مستعمرات ضخمة من كائنات صغيرة اسمها بوليبس. كل بوليب صغير قاعد في مكانه وبيفرز هيكل صلب من كربونات الكالسيوم جيل بعد جيل، طبقة فوق طبقة. الكائنات الصغيرة تموت لكن الهياكل تفضل، وتيجي أجيال جديدة تبني فوقها، ومع الوقت اللي بدأ ككائنات طرية صغيرة يتحول لشعاب ضخمة، مدن كاملة في البحر. والمدن دي مش مجرد منظر جميل للغواصين، دي واحدة من أهم البنى الحية في المحيط. الشعاب بتوفر مأوى للأسماك الصغيرة واللافقاريات، بتديهم أماكن يستخبوا فيها من المفترسات، بتبقى حضانة لصغار كائنات بحرية كتير، وبتخلق تنوع رهيب في مساحة صغيرة. رغم أن الشعاب المرجانية بتغطي مساحة قليلة جدا من المحيطات، لكنها بتدعم حوالي ربع الأنواع البحرية المعروفة بشكل أو بآخر. تخيل 25% من الحياة البحرية المعروفة مرتبطة بمدن بناها كائنات صغيرة طرية. وده يخلي المرجان مش مجرد حيوان، المرجان مهندس بيئي. وهنا بتظهر عظمة الخالق، مش بس في الكائن نفسه لكن في أثره. بوليب صغير ما يلفتش النظر يبني مع ملايين غيره عالم كامل تعيش فيه آلاف الكائنات. حاجة دقيقة وصغيرة تتحول مع الوقت لمدينة حية. وكمان الشعاب بتحمي السواحل. لما الأمواج والعواصف تضرب، الشعاب بتشتغل كحاجز طبيعي يكسر جزء من قوة الموج قبل ما يوصل للشط. يعني كائنات صغيرة تحت الماء ممكن تكون بتحمي شواطئ وقرى ومدن فوق الماء من غير ما حد يشوفها. المرجان داخل كمان في دورة الكربون، لأنه بيبني هياكله من كربونات الكالسيوم، فتتحول أجسام كائنات صغيرة مع الوقت لأرشيف كلسي طويل العمر في قاع البحر. مش بس كده، المرجان كمان عنده سر داخلي أهم من شكله الخارجي. كتير من الشعاب المرجانية الحجرية معتمدة على علاقة تكافل مع طحالب دقيقة جدا عايشة داخل أنسجتها، اسمها زوزانثلي. الطحالب دي بتستخدم ضوء الشمس وتعمل بناء ضوئي فتنتج سكريات وطاقة، والمرجان يستفيد من جزء كبير من الطاقة دي. في المقابل المرجان بيوفر للطحالب بيت آمن وحماية ومكان قريب من الضوء. دي صفقة ذكية جدا، انتي توفري لي الغذاء وانا بحميكي. وهنا العظمة مش في كائن واحد لكن في العلاقة نفسها. طحلب ومرجان صغيرين، كل واحد محتاج التاني، والاتنين مع بعض يبنوا عالم أكبر منهم. لكن لما درجة حرارة المية تزيد أو الظروف تضغط على المرجان، العلاقة دي ممكن تنهار. المرجان بيطرد الطحالب من أنسجته فيفقد لونه ومصدر مهم من طاقته، وده اللي بنسميه ابيضاد المرجان. يعني لون المرجان مش مجرد جمال، اللون علامة على علاقة حية شغالة جوه جسمه. والتكافل مش موجود في المرجان بس، في سرطانات بحرية بتحمل شقائق نعمان على أصدافها أو جسمها. السرطان بيستفيد من حماية شقائق النعمان لأن أذرعها مليانة خلايا لاذعة بتخوف المفترسات، وشقائق النعمان بتستفيد من الحركة. بدل ما تفضل ثابتة في مكان واحد، السرطان بينقلها لأماكن جديدة وفرص أكل أكتر. ونفس الفكرة بتظهر في علاقة شقائق النعمان مع سمكة المهرج. شقائق النعمان شكلها وردة بحرية، ألوان جميلة، أذرع ناعمة، حركة هادية مع المية. بس بالنسبة لمعظم الأسماك الصغيرة، الوردة دي فخ قاتل. اللوامس بتلسع وبتشل وتمسك الفريسة، لكن سمكة المهرج بتدخل وسط الأذرع دي كأنها داخلة بيتها. ما بتتلسعش بنفس الطريقة. ليه؟ لأن جسمها متغطي بطبقة مخاطية بتحميها من اللسعات، وبتخلي شقائق النعمان ما تتعرفش عليها كفريسة عادية. فالسمكة بتكسب حماية من المفترسات، وشقائق النعمان بتستفيد من وجود السمكة في التنظيف والحركة وجذب كائنات تانية، وأحيانا بقايا الأكل. بيت قاتل لمعظم الأسماك، لكنه بيت آمن للي يعرف كلمة السر. وفي أسماك تانية عندها علاقة مشابهة مع قناديل كبيرة عائمة. لو عندها مقاومة للسعات تقدر تستخبى باللوامس القنديل، بتستخدمه كدرع عائم. وأحيانا وجودها حوالين القنديل بيجذب أسماك تانية بتقع في المصيدة. يعني القندريات مش مجرد كائنات بتلسع، دي شبكة علاقات كاملة، مفترسات، ملاجئ، مدن، مصايد، شركاء حياة، وحلقات مهمة في السلسلة الغذائية. القناديل في المحيط المفتوح بتصطاد كائنات صغيرة، وفي نفس الوقت هي نفسها بتتحول لأكل لكائنات أكبر. شقائق النعمان في المياه الضحلة بتقوم بدور مفترس ومأوى في نفس الوقت. المرجان بيبني شعاب بتدعم تنوع بحري هائل، والهيدويدات والكائنات الأصغر بتبقى جزء من شبكة الحياة اللي غالباً ما بناخدش بالنا منها. وده بيخلينا نفهم حاجة مهمة جداً عن البحر. مش لازم الكائن يبقى ضخم علشان يبقى مؤثر، مش لازم يكون له أسنان علشان يبقى مفترس، مش لازم يكون له مخ كبير
علشان يبقى ناجح، ومش لازم يكون شكله حي أصلا علشان يبقى حيوان. في البحر اوعى تصدق عينيك، القنديل الشفاف ممكن يبقى صياد، المرجان الحجري طلع حيوان، شقائق النعمان الجميلة ممكن تكون فخ، ورجل الحرب البرتغالية اللي شكله كائن واحد طلع مستعمرة كاملة متخصصة. عشان كده قبل ما ننزل أعمق ونشوف الكائنات اللي شكلها فعلا مرعب، لازم نفتكر إن جزء كبير من رهبة البحر مش في المفترسات الكبيرة، الرهبة الحقيقية أحيانا في التفاصيل الصغيرة اللي احنا بنستهين بيها. وهنا تظهر عظمة الخالق، إن البحر مش مجرد كائنات عايشة جنب بعض، ده نظام كامل كل جزء فيه معمول بحكمة. حتى اللي احنا كنا فاكرينه بسيط أو بلا قيمة، الكائنات الهادية الشفافة اللي واقفة في مكانها، اللي شكلها لا بيخوف ولا يبهر من بعيد، ممكن تكون ماسكة خيوط النظام البيئي كله. في الآخر يمكن أهم حاجة ناخدها من الحكاية دي إن البحر مش مرعب بس لأنه واسع أو عميق، البحر مرعب ومبهر لأنه مليان تفاصيل إحنا بنستهين بيها. كائن شفاف ممكن يكون مفترس، وردة بحرية ممكن تكون فخ، حجر ملون ممكن يطلع حيوان، مستعمرة صغيرة ممكن تبني مدينة كاملة تعيش فيها آلاف الكائنات. وده يخلينا نسأل نفسنا، كام حاجة في الكون إحنا شايفينها بسيطة وهي في الحقيقة أعظم من اللي إحنا متخيلينه؟ كام كائن بنعدي عليه من غير اهتمام وهو جزء من توازن كبير لو اختفى حاجات كتير بعده تختل؟ وهنا تبان الحكمة، إن كل جزء في البحر ليه دور، وكل كائن مهما كان بسيط في عينينا داخل في نظام أكبر منه. يمكن إحنا بنحب نسأل مين الأقوى، مين الأكبر، مين الأخطر، لكن البحر بيرد علينا بسؤال تاني خالص، مين اللي ماسك التوازن من غير ما حد يحس؟ ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو الحلقة خلتك تبص للبحر بطريقة مختلفة، اكتب لي في التعليقات ايه أكتر معلومة صدمتك. اشترك في القناة واعمل لايك لو بتحب النوع ده من الحكايات، وابعته لحد بيحب البحر أو الكائنات الغريبة. أنا فهمي، ودي كانت حدوتة النهاردة. اعمل لنا متابعة علشان حكاياتنا لسه ما خلصتش.